مقابلة خاصة مع وكالة SNTV، قال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوسف السركال الأربعاء إن اتحاد بلاده سيطلب من الاتحاد الآسيوي مشاركة الفرق الإيرانية في البطولات الآسيوية مع شرق آسيا بدلا من غربها، مما يعني فصلها عن المواجهات الخليجية المرتقبة في دوري أبطال آسيا. وأضاف السركال أن هناك تنسيق مع الاتحاد السعودي في هذا الموضوع، كما رفض لعب الفرق الإماراتية ولاعبي الإمارات في إيران بعد الاعتداءات على السفارة السعودية وقنصليتها في إيران. نعم، الحقيقة هناك تواصل بيننا وبين الأخوة في اتحاد كرة القدم السعودي في هذا الخصوص، وخاصة وأن إيران صارت في الآونة الأخيرة مصدر إزعاج على كل الأصعدة، وبالأخص من بعد ما صار الحادثة التي صارت فيما يتعلق بالسفارة السعودية، فأصبح من الخطر على أولادنا اللعب في إيران. فبالتالي راح يتم هناك تنسيق بيننا وبين الاتحاد السعودي، وإن شاء الله باقي الاتحادات الخليجية الأخرى في مخاطبة الاتحاد الآسيوي بعدم اللعب في إيران. ويجب أن الاتحاد الآسيوي هذه المرة يأخذ الموضوع هذا بمأخذ أكثر جدية، بأن يتم عرضه فقط على اللجان الفرعية في الاتحاد الآسيوي، وإنما يجب أن يدرس هذا الموضوع من خلال المكتب التنفيذي، وأن يكون هناك قرار صارم وواضح، وأن تنقل إيران من المشاركة في منطقتنا إلى منطقة شرق القارة، مثل أسوة بما كان هو معمول به في السابق فيما يتعلق بالاتحاد، اتحاد أوزبكستان في فترة من الفترات كان يشارك في شرق آسيا. فأنا أعتقد أن هذا هو الحل الأمثل من جهة الاتحاد الآسيوي، ونتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع مأخذ الجد، لأن فعلا إحنا راح نمتنع من المشاركة في إيران. إحنا كاتحاد الإمارات رفضنا تعيين بعض حكامنا الآن لإدارة مباريات في إيران، لأن لن نسمح بأولادنا أن يكونوا متواجدين في إيران في هذه الأزمة. لا، احنا نبدأ بالاتحاد الآسيوي لأن هذه كلها مشاركات آسيوية، وأكيد فيما يتعلق بالآن من بعد ذلك بيكون هناك التصفيات النهائية لكأس العالم. إذا كانت إيران من ضمن مجموعتنا فأكيد راح يكون نفس الموقف مع الاتحاد الدولي، ولكن خلنا نأخذ الأمور الآن فيما يتعلق بالوضع الحالي اللي هو الاتحاد الآسيوي.